لو اكلت بطيخ وجالك اسهال وترجيع، تعال اقول لك ايه السبب وازاي تعرف البطيخ المهرمن والمغشوش، واخيرا ازاي تختار بطيخة حلوة ومرملة. ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب عن البطيخ. وعشان نختار بطيخ حلو لازم الاول نعرف ازاي نميز ما بين البطيخ المهرمن والمغشوش والبايظ ونبعد عنهم عشان نروح نختار من البطيخ الحلو. والسبب ورا ده كله يا ابو خالو كلمتين: الجشع والطمع. لا مش منك انت، ما تقلقش، من بعض الفلاحين والبياعين اللي يقول لك انا لو سبت البطيخ يستوي لوحده هياخد وقت وهبيعه في موسمه اللي هو المعروض كتير والسعر قليل، وهوب بيدوا البطيخ هرمونات واسمده عشان يكبر بسرعه ويتباع قبل موسمه. هتقول لي والله يا ابو خالو احنا سمعنا اليومين دول ان السماد الازوتي اللي في البطيخ سبب اسهال وترجيع لبعض الناس، هل الكلام ده حقيقي؟ والسماد الازوتي ده ليه اضرار؟ اقول لك كلمه سماد ازوتي معناها سماد نيتروجيني زيه زي اي سماد، لو ضفناه بكميات طبيعيه مفيش مشكله بل له فوائد كمان. اما اذا لو ضفناه بزياده للجشع والطمع اللي قلنا عليه من شويه، هنا بقى تظهر اضراره ويتحول السماد الغذاء الى سم، وده بيسبب تراكم النترات في الميه وفي النباتات وخصوصا اللي لها جذور والخضروات الورقيه. فلما بتاكل حاجه فيها نيترات او نيتريت كتير بتحصل حاجه في جسمك اسمها نيتروزيشن، ودي بتؤدي لمشاكل في الغده الدرقيه ولا قدر الله كمان الى السرطان على المدى البعيد، وده حسب بحث منشور في Environmental Science and Pollution Research. وفيها أعراض يا أبو خالو لتسمم النيترات، وناس كتير جربتها اليومين دول لما كلت بطيخ وخوخ. شكلك مش مصدقني، انزل في التعليقات تحت هتلقى ناس حصل لها الكلام ده اليومين دول. والأعراض يا سيدي عبارة عن غثيان وترجيع ونزلات معوية، وهقول لك في آخر الحلقة على حل للموضوع ده من الآخر. طب نروح للبطيخ المهرمن، والسؤال دلوقتي هل البطيخ اصلا محتاج هرمونات؟ اقول لك البطيخ يعتبر احاد المسكن ثنائي الجنس. يعني ايه؟ يعني الزهور الذكريه والزهور الانثويه تلقاهم على نفس الشتله مع بعض، بس طبعا الذكور اكتر من الاناث بكتير، الذكور ممكن توصل ل 90%. هتقول لي وايه معنى الكلام ده يا ابو خالو؟ ايه دخله في الحلقه اصلا؟ اقول لك معنى الكلام ده ان البطيخ مش محتاج اصلا هرمونات، بيلقح نفسه بنفسه، بيسموه سيلف بولينيشن. ما شاء الله نسبة التلقيح فيه عالية، الزهور الذكرية بتلقح الزهور الأنثوية بمساعدة النحل. فاكرين قبل كده لما قلنا ان البطيخ الذكر بيبقى طويل وفيه مية كتير والأنثى بتبقى مدورة وحلوة ومسكرة؟ أنا أقصد البطيخ على فكرة. المعلومة دي محتاجة تظبيطة شوية، مش دقيقة علميا. حتة ان البطيخ الطويل فيه مية كتير والمدورة بتبقى مسكرة دي صح، اما حته انه في بطيخ ذكر وانثى لا دي مش صح. احنا زي ما قلنا ان في زهور ذكريه وزهور انثويه، لكن الثمره نفسها ملهاش جنس. طب نيجي لموضوع الهرمونات، وهنا اقول لك انه في 4 هرمونات بتستخدم عموما مع كل النباتات ومنهم البطيخ، زي مثلا هرمون الجبريلين والاوكسين، ودول بيطلعوا من الطحالب البحريه، يعني اصلهم نباتي طبيعي مفيش خوف منهم. ثالث هرمون اسمه هرمون السيتوكينين، ده برضه طبيعي وبيحفز النمو عن طريق انقسام الخلايا. رابع هرمون بيسموه هرمون الإيثيلين، وده بيسموه هرمون الشيخوخة، ده ممكن تلقاه طبيعي أو مصنع، وده بيقول للنبات وقف نمو واعمل عملية الإنضاج، عشان كده بيسموه هرمون الشيخوخة. طب نرجع للبطيخ يا ابو خالو، اقول لك البطيخه عباره عن كربوهيدرات معقده. سمعك اللي بتقول يا عيني حتى البطيخه طلعت معقده؟ اقول لك وكمان بتحتاج لدرجه حراره 25 عشان تتحول الكربوهيدرات المعقده دي الى سكر ولون احمر الحلو ده. طب يحصل ايه لو زرعنا البطيخ قبل اوانه او الجو لسه مش صيف، ما وصلناش لدرجه الحراره 25؟ مش هتتحول الكربوهيدرات المعقده دي الى سكر ولون احمر، فتظهر العروق البيضاء اللي بتظهر في البطيخ، اللي لو دقتها تلقى طعمها مش حلو، لكن هي مفيش خوف منها، انت بس كلت كربوهيدرات معقدة. سمعك اللي بتقول انا حظي في الدنيا كلها يا ابو خالو كربوهيدرات معقدة. طب السؤال دلوقتي ازاي اعرف البطيخ ده محجون ولا لا؟ رقم 1 بص على عنق البطيخة زي كده، لو لقيته ناشف تبقى استوت طبيعي. رقم 2 دور على علامة حجن او فتحة في البطيخة. رقم 3 لما تشتري بطيخة حاول تستنى 3-4 ايام قبل ما تاكلها، لو لقيت رغاوي او مية طالعة منها يبقى دي اكيد اتحجنت بمواد كيميائية. سمعك اللي بتقول انا لسه هستنى عليها 3 ايام، ده انت غلبان يا ابو خالو. اقول لك انا شفت فيديو لواحدة اشترت بطيخة قسمت النص وحطته في الثلاجة، تاني يوم بتبص عليه لقيت كأنه حد ضربه بالبوكس، البطيخة دخلت لجوه.
دي أكيد اتحجنت بمواد كيميائية، وأولادها كلهم اتسموا في الموضوع ده. عشان كده بقولك لما تشتريها سيبها يومين 3، اشتريها وانساها. رقم 4، هات قطنة وامسح البطيخة من جوه. لو لقيت فيها لون أحمر تبقى بطيخة مهرمنة، لأن المفروض القطنة تطلع من غير لون، والقطنة طبعا ما بتكذبش. رقم 5، ممكن تلقى بودرة بيضة أو صفراء على البطيخة من بره. ده يا سيدي ممكن يكون كربايد، وده اللي بيخلي البطيخ أو الفاكهة تستوي بسرعة. عشان كده مهم جدا نغسل البطيخ كويس قبل ما نفتحه. رقم 6، لو لقيت فيها تشققات زي كده ممكن تكون محجونة. ولكن برضو للأمانة البطيخ اللي فيه شقوق زي كده ممكن يكون بسبب طبيعي، وهو إما سوء الظروف المناخية أو عدم كفاءة التلقيح. بس في الحالة دي البطيخ بيكون آمن ومفيش فيه مشاكل. رقم 7، طبعا لو طعمها زي الدواء دي تبقى اتحجنت. الحمد لله يا ابو خالو ان القشرة الخارجية للبطيخ سميكة، وبالتالي التسمم فيها مش كتير. المهم ان احنا نغسلها كويس، وده علشان نتخلص من اي مبيدات او اسمدة زيادة. والسؤال دلوقتي ازاي اغسل الخضار والفاكهة بتاعتي بشكل علمي وصح، بحيث اتخلص من المبيدات الحشرية اللي ترشت عليهم والاسمدة الزيادة. اقول لك في طرق كتيرة بنغسل بيها الخضار. رقم 1، ممكن ننقعهم في مية بملح ونسيبهم لمدة تلت ساعة، ويستحسن الملح ده يكون ملح البحر. في ابحاث بتقولك ان نقعهم بميه بملح تركيز 10% لمده تلت ساعه بيشيل المبيدات الحشريه ومنهم الدي دي تي. يعني من الاخر ننقعهم في ميه بملح لمده تلت ساعه وبعدين نغسلهم بميه نظيفه. رقم 2، نستخدم بيكربونات صودا معلقه منها على كوبايتين ميه. حط الفاكهه والخضار وسيبهم لمده ربع ساعه وبعدين طلعهم، وبعدين اغسلهم بميه نظيفه. الطريقة رقم 3، ان احنا ننقعهم في خل ومية. اي خل عندك هيفي بالغرض، وتكون النسبة ما بين الخل والمية 1:4. يعني لو هتحط 10 ملي خل حط 40 ملي مية، وسيبهم برضو لمدة تلت ساعة وبعدين اغسلهم بمية نظيفة. انا يا ابو خالو مش هقول ما تاكلوش بطيخ لانه مفيد جدا وبيزود الاكسجين في جسمك. هتقول ازاي الكلام ده يا ابو خالو؟ اقول لك البطيخ في حاجة اسمها السترولين، وده بيتحول لحمض امينو اسمه الارجينين اللي بيستخدم في انتاج اكسيد النيتريك اوكسيد. وده غاز بيوسع الاوعيه الدمويه عندك ويحسن الدوره الدمويه ويوصل الاكسجين والغذاء لمخك ولاعضاء جسمك. السؤال دلوقتي، السترولين ده اكتر تركيز ليه فين؟ في البطيخ. ايوه في القشره. عشان كده ضفناها على السلطه في حلقه البطيخ الاولى، وده لانه مفيد جدا يا ابو خالد. تخيلوا من كل الفاكهه الموجوده على الارض اعلى تركيز للسترولين فين؟ في البطيخ. عشان كده الاجانب تلقاهم ياكلوا البطيخ في علب زي كده عشان عارفين قيمته، وعشان ما يكتروش منه برضه ويشتروا البطيخه والاثنين والثلاثه. ومع اخر الحلقه نحاول ما ناكلش البطيخ غير في الموسم بتاعه، ونبعد عن البطيخ الكبير وناكل البطيخ المتوسط لانه امن واحسن. واخيرا يا ابو خالو، ازاي اختار بطيخه حلوه ومرمله؟ اقول لك اعمل ال5 حاجات دول اللي قلناهم في حلقه البطيخ الاولى. تعالوا فكركم بيهم. دور على العلامه الصفراء والاورنج، وبعدين دور على الخطوط البني بتاعت النحله، وبعدين اختار واحده متوسطه الحجم واختار الاتقل في الوزن واديها تخبيطه كده. الصوت هيبقى عميق، وفي الاخر لو اتخدشت بسهوله تبقى مستويه. قولوا لنا في التعليقات تحت لو جالكم اعراض تسمم من البطيخ، ولو ليكم تركات بتختاروا بيها البطيخه الحلوه. ونروح دلوقتي على فقره الشعر العربي. Almatube is good. Almatube is good. وفقرة الشعر النهاردة مع حمدة العوفية شاعرة الأندلس. هي وبتمدح وادي اسمه وادي آش. كانت بتقول إنه بيقيهم من الرمضاء اللي هو الحر. أنا اخترت لكم أبيات الشعر دي عشان البيت الأخير اللي بيقول إيه: يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. سمع كانت بتقول إيه البيت الملعبك ده يا أبو خالد؟ أنا مش فاهم منه حاجة. اقول لك انت لو فهمته هتقول الله على البلاغه والجمال اللي فيه. بتقول تخيلوا ان البنات العذارى هم ماشيين في الوادي لما بيبصوا على الحصى بتاعه، اول ما بيشوفوا الحصى بيحطوا ايدهم على صدرهم بيفتكروا ان العقد بتاعهم وقع في الارض من شده جمال الحصى. تعال نسمع بتقول ايه: وقانا لفحه الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم حللنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم وأرشفنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم وأرشفنا على ظمأ زلالا يرد الروح للقلب السقيم يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. يروع حصاه حالية العذارى
فتلمس جانب العقد النظيم، فتلمس جانب العقد النظيم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. اشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم.